ازيكم يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هنعمل عجينة القطايف بطريقة حلوة قوي وسهلة قوي. تعالوا معايا. معايا كوبايتين من الدقيق، معايا معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، معايا معلقة كبيرة من السكر، معايا نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معايا معلقة كبيرة من اللبن البودرة. طبعا المقادير كلها سهلة وموجودة. قلبهم مع بعض وهنزل بكوباية وثلاث ارباع مية دافية. واقلب كويس كده. انا هاخد المية كلها وبعد كده هسيبها ترتاح، يعني من ساعة نص ساعة. وهتبقى كده بالشكل ده. دلوقتي هعمل الشربات: كوبايتين سكر وكوباية مية وشريحة ليمونة. هيبقى شربات تقيل. وهحط شريحة ليمونة. خلاص الشربات كده خلص. شايفين التقل بتاعه؟ ومعايا اي مكسرات عايزه تحطيها طبعا حطيها. عندك زبده حطي معلقه زبده صغيره وقلبيها مع المكسرات. ما عندكيش يبقى معلقه شربات الحلويات اللي احنا عملناها، هناخد منه معلقه او اتنين ونحطها في المكسرات. بس كده. وبعد كده في طاسه سخنه على النار، وبعد كده هدهنها اول يعني واحده اول مره بس. هدهنها بالزيت اول مره، وبعد كده هعمل عادي. طبعا باي حاجه عندك، اي معلقه عندك، اي حاجه عايزه تحط بيها، شوف هتحط بايه عادي. بس اول ما تظهر يعني تحسيها اتخرمت كده زي ما انتوا شايفين كده، البرقيع دي هسيبها تظهر شويه وبعد كده هشيلها. اهي اتحركت معايا خلاص. اهي زي ما انتوا شايفين كده. طلعها واغطيها عشان متنشفش، وبعد كده هحشي واقفلها كويس. اظن انت عارفين يعني الخطوه دي. بعد كده اخلص فيها. وبعد كده هطلعها الشربات البارد وخلاص. وانا عامله لكم في الفيديو ده اجواء رمضان، لان الحاجات دي احنا بنعملها في رمضان. ربنا يعود علينا بالخير ان شاء الله، وبالهنا والشفا.